في هذا الفيديو سأتحدث عن جدول مواجهات الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت سن 17 عاما للناشئين المقامة حاليا هنالك في الأردن. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الفيديو وكما عودناكم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. تحدث عن المواجهات. منتخب فلسطين سيلعب مباراته الثانية والأخيرة من دوري المجموعات، علما بأن المنتخب الفلسطيني لعب اليوم مباراة أمام منتخب الأردن وخسرها بهدف مقابل لا شيء. وفي الجولة الثانية أيضا سيلعب المنتخب الفلسطيني أمام منتخب سوريا. سوريا ستكون أولى مبارياته في هذه البطولة أمام منتخب فلسطين. المباراة ستقام في يوم الأربعاء القادم الموافق 29 من شهر أكتوبر 10 2025 وفي تمام الساعة 13 عصرا بتوقيت مكة المكرمة واليمن. بينما المباراة الثانية ستجمع المنتخب العراقي بالمنتخب الكويتي. منتخب العراق سيسعى إلى تحقيق الانتصار بعد الخسارة الأولى أمام منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف، وأيضا المنتخب الكويتي بتعادله سلبيا أمام لبنان في الجولة الثانية أيضا سيدخل المباراة حتى ولو بالتعادل أمام المنتخب العراقي. مباراة ستقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة واليمن والعراق. بينما المباراة الثالثة من دوري المجموعات وبالتحديد في المجموعة الأولى منتخب لبنان سيواجه المنتخب السعودي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة واليمن. بالتوفيق للمنتخبات المتواجدة في هذه البطولة، واكتبوا توقعاتكم حول نتائج مباريات الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت سن 17 عاما للناشئين في التعليقات. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى.